أيها المشاهدون الكرام، أيها المشاهدون في كل مكان على الأرض الأردنية وعلى امتداد بثنا في الوطن العربي، كعادته في التواصل الدائم مع أبنائه في كل مكان، حضرة صاحب الجلالة الملك الحسين يشرفنا في هذه اللحظات ومعنا على الهواء مباشرة في استديو 60 دقيقة. سيدي صاحب الجلالة ومولاي، أهلا بك وباسمي وباسم كل مواطن أردني وعربي يشاهد 60 دقيقة. شكرا لهذه الفرصة وأهلا بك. يبارك فيك وسلمك وسلمهم جميعا. الله يبارك فيك يا سيدي. يعني طوال الأيام الماضية وكما شاهدنا كان جلالة الحسين كافل اليتيم يتحرك بجميع الاتجاهات ليقف إلى جانب كرامة الإنسان الأردني، كرامة الطفل في عيشه الكريم. ماذا يقول وماذا يوجه سيدنا الآن ومن هذا الموقع بعد أن حرك الضمير والوجدان في كل مكان؟ يا سيدي، بلدنا بلد الخير والخيرين، وفي الواقع المأساة اللي عشناها جميعا خلال هذه الفترة تركت في نفسي آثار عميقة ودامية. ليست هذه صورة الأردن ولا أهل الأردن ولا أبناء وبناته. الأردن المتقدم في مجالات مختلفة كثيرة، في الطب، في الرعاية الصحية، وفي مجالات العمل والبناء. لكن اللي وقع ربما أتاح لنا الفرصة حتى نعيد حساباتنا على الصورة وعلى شكل يتناسب مع احتياجات الوطن في المراحل الآتية. أولا بالنسبة لي الأطفال في هذه المؤسسة بالذات، فهم بالنسبة لي أبنائي وبناتي، وسوف يتم نقلهم تدريجيا إلى بيتهم الجديد. ولكن المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد، فالإحصائيات تدل على أنه عندنا 1100 طفل وطفلة في أنحاء المملكة. المعلومات تفيد بأنه هذا المركز ربما كان من أسوأ ما وجد في الأردن في هذه المرحلة من حياته. عم أتابع والاتصالات جارية لدراسة الوضع ككل، وإن شاء الله في وقت قريب تتخذ الإجراءات اللازمة، وإذا اقتضى الأمر فسأمر بنفسي على معظم المراكز اللي تحتاج إلى متابعة بشكل خاص لنرى ما هو ممكن عمله وإجراؤه. فالقضية ليست قضية شريحة معينة، وإنما قضية كل أبنائنا وبناتنا، والمسألة في منتهى البساطة. فأما اليتيمة فلا تقهر، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذه الأرواح البريئة في حاجة إلى رعاية، وإلا نكون تخلينا عن إنسانيتنا ولا قيمة لنا في هذه الحياة. نعم سيدي صاحب الجلالة، كفالتكم لليتيم والمحتاج ليس في الأردن فحسب، بل بكل مكان بالعالم العربي وربما في العالم. أمرتم جلالتكم بالأمس تحريك طائرة إلى الأشقاء في إيران، حب الخير وكفالتكم لليتيم في كل مكان تدفعنا جميعا إلى التفكير هنا في الوطن بإمكانية مأسسة الخدمات الاجتماعية، الرعاية الاجتماعية لكافة الفئات اللي جلالة سيدنا دائما بيحكي عنها. ماذا تقول يا سيدي في هذه المأسسة وكيف إن شاء الله يا سيدي في تصور وفي دراسات في هذا الموضوع، وفي اتجاه لوضع حد أدنى لما يحصل عليها أي أردني أو أردنية في المستقبل، وبطبيعة الحال توفير الرعاية اللازمة. أنا الحقيقة اللي صعقني في هذا كله أن يكون هذا يجري في بلدنا وبدون ما أكون في الصورة، ولذلك ألمي كبير. لكن إن شاء الله يعطينا القدرة والقوة على الاستمرار وعلى أن نؤدي واجبنا، ولا تستطيع يد واحدة أن تصفق. ففي الواقع نحن نحتاج إلى
كل أبناء وبنات الوطن معنا. نحتاج يا سيدي طالما نحن في هذا البحث وعلى أبواب انتهاء مرحلة في حياتنا الديمقراطية والنيابية، وعلى مقرب من بداية أخرى، ربما هناك الأدلة الكثيرة والبراهين على أنه لا يجوز الجمع بين الوزارة وبين النيابة. نعم. فالنائب رقيب للحكومة، ولابد أن يكرس جهده ووقته في سبيل التحسين، في متابعة القوانين المختلفة اللي توضع أمامه. ما بعرف سلوكياتنا، يعني أنا مع الاحترام لكل إنسان ونظرت إلى ما تعني المسؤولية، لا أعتقد بأنه الانسحاب من مجلس النواب بين وقت وآخر هو ما انتخب النائب اللي يمثل أو يؤديه في ذلك المجلس. وهناك ليكون صوت الحق نسبة إلى كل قضية كبيرة أو صغيرة. وبطبيعة الحال احتكاك الآراء والأفكار تعطينا النتيجة المثالية بالتالي اللي نستطيع أن نتعامل معها. ثم البيروقراطية القاتلة والتضخم الهائل في الجهاز الإداري. أذكر مع دولة الأخ الرئيس في بدايات تسلم المسؤولية زرنا دائرة من الدوائر وخرجنا بانطباع بأنه هذه الدائرة تنتج أكثر لو كان 70% من هذا الجهاز غير موجود. طبعا هناك حالات إنسانية، هناك مسؤوليات كبيرة ترتبت علينا في 67 وفي 90، وأيضا ربما قضية الجمع بين النيابة والحكومة هي من أسباب تفاقم المشكلة من حيث حرص الإنسان على أن يخدم الجماعة القريبين منه، ربما على حساب المصلحة العامة. كيف نخرج من هذا الإطار الضيق إلى الإطار الأوسع؟ أنا حتى قضية التمثيل في الحكومة نسبة إلى مناطق مختلفة أراه في غير محله. يجب أن يكون هناك الأكفأ والأقدر حتى يستطيع أن يتحمل مسؤولياته ويؤدي واجبه. هذه يا سيدي بعض العيوب وبعض المشاكل اللي أعتقد بأنه لابد أن نعالج هذه الهنات في المستقبل. إذا اقتنع الناس بأنه هذا الكلام صحيح فعلينا أن نبدأ. وكان لي حديث مع رئيس الوزراء قبل أيام وقلت له إذا كان بنفس الحماس وبنفس الصدق اللي عرفناه فيه دائما والجرأة والنظافة والاستقامة اللي هي أساس، فعندئذ سننظر في أمور المرحلة الآتية على نمط جديد وبعمل. أما إذا كان خايف من مجابهة الزوابع لا قدر الله، ولا أتصور بأنه هذا صحيح، فعندئذ لابد من أن نفكر في حل آخر. ولكن المرحلة الآتية لن تكون مرحلة انتقالية فقط بمعنى إجراء انتخابات. لا نستطيع أن نفقد يوم نستطيع فيه أن نؤدي شيء أو نضيع ساعة أو دقيقة. يجب أن نعمل جميعا بكل الصدق وبكل الإخلاص لنجعل هذا البلد مثل. وكثيرين يريدوا أن يبقى حيث هو أو يتراجع، وكثيرين لا يؤمنوا فيه بطبيعة الحال في الجوار وفي جهات مختلفة، وكانوا دائما يراهنوا على أنه الأصغر والأضعف والمرشح أكثر للانهيار. ولكن هذا البلد فيه خير وفيه ما يقوله وفيه ما يؤديه خدمة لأمته، ويجب أن يكون إن شاء الله المثال والقدوة للآخرين، وسيكون بعون الله إن شاء الله يا سيدي.